ماذا تعني هذه اللوحة؟ يصبح باستخدام المنبه، ممنوع استعمال المنبه، ممنوع ماذا تعني هذه اللوحة؟ اتجاه إجباري، احذر اتجاه منعطف حاد يسار، طريق رئيسي. التقيد باستخدام مسارات الطريق الحارات يعني الآتي: الحفاظ على حق الآخرين في الطريق، تجنب الوقوع في الحوادث المرورية، كل ما سبق. على السائق قبل غروب الشمس بنصف ساعة فعل الآتي: إضاءة أنوار المركبة، عدم إضاءة أنوار المركبة، عدم القيادة. الفائدة من فحص المركبة بشكل دقيق هو اكتشاف العيوب مبكرا، إصلاح الخلل تلافيا للوقوع في الحوادث، كل ما سبق. في هذه اللوحة اتجاه إجباري للأمام، طريق حر الحركة، اتجاه موحد. هناك ثلاث فئات للقطارات هي A، B، وأنسب الفئات لظروف المملكة من حيث درجة الحرارة هي C، B، A ثم B. ماذا تعني هذه اللوحة؟ إشارة مرور ضوئية، احذر، أعمال بالطريق. السرعة القصوى للمركبات الصغيرة خارج حدود المدن 110 كيلومترا في الساعة، 120 كيلومترا في الساعة، 90 كيلومترا في الساعة. ماذا تعني هذه الإشارة الضوئية؟ تهيأ للعبور، انتظر، تهيأ للعبور. ماذا تعني هذه اللوحة؟ وسط المدينة، ممنوع الدخول. ماذا تعني هذه اللوحة؟ أقصى حد لسرعة الشاحنات، أدنى حد للسرعة. ماذا تعني هذه اللوحة؟ طريق رئيسي، طريق ثانوي، طريق فرعي. ماذا تعني هذه اللوحة؟ أعمال بالطريق، الطريق 4 أيام، طريق فرعي 3. أمس برضه صورته، لقيت الهينما نفسه، خلاص نصور. أمامك اتجاه إجباري لليسار، إلزم اليسار، اتجاه السير الإجباري الأمام أو اليسار. ماذا تعني هذه اللوحة؟ طريق سريع، طريق زراعي، طريق ذو اتجاهين في منطقة عمل. استخدام المكاتب داخل المنعطفات قد يتسبب في انطلاق المركبة أو انقلابها، تعطيل نظام ABS، استهلاك مزيد من الوقود. إن قيادة المركبة تحت تأثير المسكر يضيف إلى سجل السائق 24 بالإضافة للعقوبة الشرعية 24 نقطة، 6 نقاط، 12 نقطة. ماذا تعني هذه اللوحة؟ ممنوع دخول المركبات، ممنوع التجاوز، ممنوع مرور الحافلات. ماذا تعني هذه العلامة الأرضية؟ التقاء الطريق بآخر رئيسي، التقاء الطريق بآخر فرعي، ممنوع التجاوز. رئيسي ولا فرعي؟ واحدة فيهم. ماذا تعني هذه اللوحة؟ كثبان رملية، جبلية، تساقط صخور، كثبان رملية. ماذا تعني الزم هذه اليسار، اللوحة؟ اتجاه إجباري، الزم اليسار. أيوه. أمامك اتجاه إجباري لليسار، اتجاهات السير الإجباري. ألف. التفحيط مخالفة لها من 24 نقطتان، 4 نقاط، 24 نقطة. ماذا تعني هذه ممنوع الوقوف في الأيام الفردية، الانتظار في الأيام الفردية،
ممنوع الانتظار في كده الأيام الزوجية. ممنوع الوقوف أو الانتظار. ماذا تعني هذه اللوحة؟ منعطفان أولهما يمين، منعطفان أولهما يسار، اتجاه إجباري. في حالة مشاهدة حادث وكنت الوحيد في المكان فإن أول عمل ينبغي أن تقوم به إبلاغ المرور والإسعاف، تأمين سلامة المكان، كل ما سبق. ماذا تعني هذه اللوحة؟ طريق متعرج لليسار، تغيير المسار، طريق فرعي. إذا كان الموقف المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة خاليا يمكن لسائق من غير هذه الفئة الوقوف فيه دائما أحيانا، يعتبر ذلك مخالفة مرورية. عند الدخول إلى الطريق السريع فإنه ينصح فيه خفض السرعة، زيادة السرعة، الإبقاء على نفس السرعة. إن استخدام السائق أدوية علاج الصداع والسكان والإنفلونزا لا تسبب أبدا النعاس، غالبا تسبب النعاس، ليس أمرا خطيرا. ماذا تعني هذه العلامة الأرضية؟ منطقة فاصلة بين اتجاهين، ممنوع التجاوز في اتجاه واحد، ممنوع التجاوز خطأين. ينصح السائق عند رؤية حافلة مدرسية متوقفة لنزول أو تحميل التلاميذ أن يقوم بالآتي: التوقف حتى سير الحافلة، تجاوزها ببطء، تجاوزها بأقل من السرعة المحددة، وعليك القيام به للوقوف بسرعة لتلافي الحادث. استخدم المكالح الفراغل وعدم استخدامها عندما تبدأ المركبة بالانزلاق. المركبة المجهزة بنظام ABS، الضغط بشدة وباستمرار حتى تقف المركبة، كل ما سبق. ماذا تعني هذه اللوحة؟ طريق مزدوج، جسر ضيق، ممنوع التجاوز. ماذا تعني هذه اللوحة؟ اعبر بحذر، أمامك طريق رئيسي. ماذا تعني هذه اللوحة؟ مكان العبور للشاحنات، أدنى حمولة 5 أطنان، ممنوع مرور الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان. إذا اضطررت لإيقاف مركبتك في جانب طريق مفرد لظرف طارئ فإن عليك وضع مثلث السلامة خلف المركبة على بعد 50 مترا، 100 متر، 70 مترا. ماذا تعني هذه اللوحة؟ ممنوع الدوران للخلف، ممنوع الاتجاه إلى اليمين، ممنوع الاتجاه إلى اليسار. ماذا تعني هذه اللوحة؟ أقصى ارتفاع، مسموح مرور الشاحنات أعلى من 3 أمتار، عرض الطريق 3 أمتار. ماذا تعني هذه اللوحة؟ يسمح باستخدام المنبه، ممنوع استعمال المنبه، ممنوع الوقوف. ماذا تعني هذه اللوحة؟ إلزم اليسار، ممنوع الاتجاه لليسار، اتجاه السير الإجباري إلى اليسار. ماذا تعني هذه اللوحة؟ محطة قطار، مطار، ميناء بحري. ماذا تعني هذه اللوحة؟ اتجاه موحد، اتجاه إجباري للأمام، لك أفضلية المرور على الجهة المقابلة. ماذا تعني هذه اللوحة؟ أماكن رعي، معبد جنان، مزارع. ماذا تعني هذه اللوحة؟ نهاية منطقة تحديد السرعة 60 كيلو مترا في الساعة،
نهاية ممنوع التجاوز. نهاية نهاية منطقة تحديد السرعة. وقف على خطوط السكة الحديدية لها من النقاط 6 نقاط، 4 نقاط، نقطتان. نعم. ماذا تعني هذه اللوحة؟ سوق بيع الحيوانات، ممنوع دخول الحيوانات، محضر حيوانات. حالة تحول إشارات المحرك فجأة أثناء القيادة عليك عمل التالي: إضاءة إشارات التحذير، تخفيف السرعة، كل ما سبق. الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند استخدام الإطارات ما يلي: تاريخ الإنتاج، قدرة التحمل، كل ما سبق. حصولك على رخصة القيادة يعني أنك أصبحت مؤهلا للسير بأي سرعة كانت. إلمامك والتزامك بكافة أنظمة وقواعد المرور. القدرة على المناورة في الطرقات.